ما مدى صحة التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل سلمت بريطانيا وأمريكا معلومات حساسة حول مصير الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء؟ لا يمكنني الخوض في التفاصيل لأنك تسألني عن أمور استخباراتية. يمكنني أن أقول أن كل المعلومات التي لدينا قد نقلناها إلى الحكومات المعنية بما فيها الحكومة الأمريكية. هل تعتقدون أن هنالك قنبلة زرعها تنظيم داعش أو جهات تابعة له انفجرت على متن الطائرة؟ أجل، هذا هو تقييمنا. فعلا؟ أجل. هل أنتم واثقون بنسبة 90% أم 100%؟ هذا تقدير استخباراتي قائم على المعلومات الموجودة بحوزتنا. هل توصلتم إلى هذا التقدير بناء على معلومات موثقة أم فرضيات أم أنك غير قادر على التصريح بذلك؟ صحيح، لا يمكنني التصريح. ما هو رأيكم بالوضع في سيناء؟ هل هو خطير؟ هل هي منطقة خطرة؟ أجل، لقد شاهدنا في سيناء للأسف حالة صعود للتطرف الإسلامي والقوى التي تعمل على غرار داعش وتؤسس لوجودها هناك وتهدد إسرائيل ومصر والجميع، كما شاهدنا في الهجوم المروع على الطائرة. لماذا هاجموا الطائرة الروسية برأيك؟ لا أحب التخمينات، لكن من وجهة نظر إسرائيلية إذا نظرنا إلى جنوبنا سنجد سيناء والوجود المتشدد فيها، وإذا نظرنا إلى الشمال سنجد لبنان وحزب الله، وفي الشمال الشرقي هناك سوريا وما يجري فيها. نحن في منطقة شديدة الخطورة. المتطرفون لن يكفوا عن مهاجمتنا إذا فررنا من أمامهم، بالعكس هم سيلحقون بنا، ومن الضروري مقاتلتهم وإلحاق الهزيمة بهم. لقد قال رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية إنه ما من بديل عن النصر العسكري على أولئك المتطرفين. نحن نرى الجنون السائد في الشرق الأوسط حيث تنهار دول مر على إنشائها قرابة قرن. سوريا والعراق واليمن كلها باتت دول تتعرض للذوبان، ومن بين تصدعاتها تنبعث تيارات الإسلام المتطرف، سواء الإسلام السني الذي تقوده داعش أو الشيعي الذي تتزعمه إيران. ومن المهم أن نقف بوجه أولئك المتطرفين، والأمر الجيد هو أن الدول العربية المعتدلة حليفة لنا بهذا الصراع.